ازي حضرتك يا ابو حضرتك؟ الحمد لله. بسلم طبعا على الكابتن علاء والكابتن حازم. يا هاني، ازيك يا هاني؟ طمنا شو اللي حضرتك؟ صار ايه يعني؟ اللي حصل يا هاني؟ والله يا كابتن عادي، مش عارف، يمكن الفترة دي ناس كتير بدأت تتكلم في الصحافة، وانت حضرتك عارف ان انا بعيد عن الصحافة خالص، او بقالي مثلا 8 شهور في نادي الزمالك. ما بعملش اي حاجة، بخلص التمرين بتاعي بمشي على طول، ماليش ان انا اصنع حد او اي حاجة. طبيعي ان بيبقى في صحفيين كتير جدا بيبقوا واقفين جوه النادي، فوانا ماشي فحد فيهم بيكلمني، فبنتكلم مع بعض عادي بنتناقش، فلقيته الموضوع هيكبر شويه وكده، فقلت له خلاص يا جماعه محدش بعد اذنكم يكتب عني حاجه او يكتب على لساني حاجه، لان ده اساسا بيبقى غلط، وقبل ما بتكتب حاجه فلازم تتقي ربنا شويه في اللي بتكتبه. فالموضوع كان الصوت بتاعي عالي طبعا، لان انا كنت متنفس شويه او حاجه زي كده. فالحمد لله يمكن كل حاجه عدت، لكن اللي هو مش صح ان الناس بتقول لك ده هيمشي من النادي، او بسبب المشكله دي اللي هو هيمشي من النادي او الكلام ده. اللي انا سمعته انا بنفي طبعا الكلام ده، وانا لو عملت حاجه غلط في صحفي او في اي حاجه فانا بعتذر له على الهواء قدام حضرتك، قدام الكابتن علاء وقدام الناس كلها، ان انا لو غلطت في حد، لان دي مش طبيعتي. الحمد لله انا حاسس ان انا ما غلطتش، وفي صحفيين كده كانت موجوده وهي اللي تقدر تتكلم وتقول الحقيقه، بس انا الحمد لله يعني مش طبيعتي ان انا بغلط في حد او بتطاول على حد، لان انا قبل ما بتكلم مع حد فبحط نفسي مكانه، فاعتقد ان انا لا ما غلطتش، ولو غلطت انا بتاسف على الهوا طبعا. لو تطاولت على حد او مثلا زعقت مع حد فانا اسف جدا، لكن الموضوع مش صح خالص ان انا هسيب نادي الزمالك او اترك نادي الزمالك بسبب مشكله بسيطه كده ولا اي حاجه. نعم. شكرا لك كابتن هاني سعيد. نافيا لما قيل بأنه طلب الرحيل عن نادي الزمالك، قال لن أرحل نادي الزمالك، هي عبارة عن مشاهدة حدثت مع صحفي بسبب عاتبه بأنه نقل أو كتب على لسانه كلام وهو لم يقله، فطلب من الصحفي أن يتحرى الدقة. هذه مشكلة زالت مستمرة، فبركة صحفية تسيء العلاقة بين النجم والصحافة، فلا بد أن توضع بعض المعايير.